جديدة باسم جديد باسم الواقع العقاري. النهارده هنبدأ أول فيديو في سلسلة بيت الوطن الجديدة، غير تطورات الأحياء بالأسئلة والاستفسارات الشائعة اللي بقالها كتير قوي بتتسأل لي، لأن زي ما انتوا كنتوا متعودين إن الهدف الأول والأخير من سلسلة الفيديوهات اللي بتنزل على القناة إن هي توريك كل المناطق وكل الطروحات وكل الأسئلة والاستفسارات منين؟ من الواقع. في معلومات كتير جدا عن المناطق من الواقع بعيدا عن الكلام البيعي والتسويقي، وان يخليك تعرف كل حاجه، العيوب قبل المميزات. النهارده بنبدا فيديو بخصوص التراخيص في بيت الوطن واجراءات التراخيص، وده هيكون النهارده مع المهندس هشام حماد. احنا كل سؤال بيتسال وكل سؤال بيتبعت لي على الواتساب بنحاول نطلع منه توبيك نتكلم فيه نفهم الناس اكتر، بدل ما يكون الرد فردي يبقى الفيديو عند الناس كلها تتفرج عليه وتشوف كل المعلومات. الرخصه بتاخد قد ايه وايه الاجراءات اللي الرخصه بتمر بيها؟ ليه الرخصه بتاخد وقت في التجمع او بره التجمع او في بيت الوطن بالتحديد؟ لان احنا النهارده بنصور في بيت الوطن في الحي الثاني. هنتكلم كمان عن زياده الدور اللي هو الدور الرابع اللي زاد في بيت الوطن. هنخش جوه العماره نصور ونطلع الروف نشرح شروط الدور الرابع. يلا بينا هنخش نقابل باشمهندس هشام ونتكلم شويه في بعض تفاصيل اجراءات التراخيص وزياده الدور الرابع. يلا بينا. مساء الفل عليكم، معاكم عمر خالد. بقالنا كتير قوي ما صورناش في بيت الوطن، وطبعا اللي متابع يعني عارف المشكله اللي حصلت في القناه القديمه، تجمع من الواقع، قدر الله ما شاء فعل. وبقالنا فتره كبيره ما نزلناش اي حاجه تخص بيت الوطن. طبعا كنت بحاول ان انا احل المشكله، ولكن الحمد لله رب العالمين بدانا قناه جديده باسم جديد وباسم الواقع العقاري، لان زي ما انتوا كنتوا متعودين ان الهدف الاول والاخير من سلسله الفيديوهات اللي بتنزل على القناه ان هي توريك كل المناطق وكل الطروحات وكل الاسئله والاستفسارات منين؟ من الواقع. فعشان كده سمينا القناه الجديده الواقع العقاري، اللي هيضم واللي هيفتح لينا اختيارات كتير قوي لمناطق كتير غير بيت الوطن، زي العاصمه الاداريه اللي برضه كنا مصورينها، واللي كنا معديين ال 180 فيديو باقل فيديو كان بيعدي الساعه والساعه الا ربع، لان بيبقى فيه معلومات كتير جدا عن المناطق من الواقع بعيدا عن الكلام البيعي والتسويقي، وان يخليك تعرف كل حاجه، العيوب قبل المميزات. وبالمناسبه لو انت لسه ما اشتركتش في القناه دوس على اشتراك واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد. اعمل لايك للفيديو، اكتب كومنت وقول انت محتاج تشوف ايه الفتره اللي جايه، محتاج تستفسر عن ايه. كل الاسئله والاستفسارات بنرد عليها في فيديوهات طويله زي اللي هنعمله النهارده في السلسله اللي بدانا فيها ان شاء الله، اللي هنكمل فيها لفتره كبيره قوي لبيت الوطن والاماكن تانية. النهارده هنبدا اول فيديو في سلسله بيت الوطن الجديده، غير تطورات الاحياء بالاسئله والاستفسارات الشائعه اللي بقالها كتير قوي بتتسال لي. طبعا انت لو عايز تسال عن اي حاجه تخص بقى بنود العقود في بيت الوطن او بره بيت الوطن، مراجعه الاوراق، الاراضي ذات نفسها، ايا كان، تسال عن شركه تشوف هي شركه بتسلم وشركه محترمه في السوق ولا عندها مشاكل، رقم الواتساب بيتثبت في اول كومنت او في وصف الفيديو ده، تقدر تدوس على اللينك تروح على الواتساب عندي على طول، ان شاء الله اقدر ارد على اكتر عدد ممكن من الناس. النهارده بنبدا فيديو بخصوص التراخيص في بيت الوطن واجراءات التراخيص. ناس كتير بتسال على الرخصه بتاخد قد ايه وايه الاجراءات اللي الرخصه بتمر بيها، ليه الرخصه بتاخد وقت في التجمع او بره التجمع او في بيت الوطن بالتحديد، لان احنا النهارده بنصور في بيت الوطن في الحي الثاني. قصدت ان انا اصور جوه عماره سكنيه اندر كونستراكشن تحت الانشاء عشان تعرفوا الصوره كامله، لان احنا هنتكلم كمان عن زياده الدور اللي هو الدور الرابع اللي زاد في بيت الوطن. النسبه البنائيه بتاعته 75%، وكنا صورنا قبل كده طبعا زمان بخصوص الموضوع ده، ولكن بعض القرارات اتغيرت وبعض الشروط اتغيرت، حبيت اوصل لكم ده. وده هيكون النهارده مع المهندس هشام حماد اللي برضه ظهر معايا قبل كده في فيديوهات كتير، وكلمنا في مواضيع كتير هندسيه ومواضيع كتير تخص التراخيص والانشاءات وحاجات كتير قوي. مش عايز اطول عليكم، عايزين نبدا الفيديو على طول. هنخش جوه العماره نصور ونطلع الروف نشرح شروط الدور الرابع من على ارض الواقع، عشان كل واحد بيتفرج على الفيديو يعرف في النهايه لو هو بيشتري حاجه دور رابع او حاجه فيها روف او ايا كان، او بيشتري حتى في الادوار العاديه وشايف ان الشركه بتزود موضوع الدور الرابع ده، ما يفتكرش ان في مخالفه ويشوف كل حاجه من اولها لاخرها. يلا بينا هنخش نقابل باشمهندس هشام ونتكلم شويه في بعض تفاصيل اجراءات التراخيص وزياده الدور الرابع. يلا بينا. طيب احنا يعني بادئين دلوقتي من القطعه دي في حرف الدي في الحي الثاني على شارع النوادي على طول، اللي برضه صورناه قبل كده، بس طبعا كل الحاجات دي هنعيد تصويرها تاني، وسلسله الاحياء هتتعاد تاني وتنزل تاني بكل التطورات الجديده. فاحنا هنطلع لباشمهندس هشام
ونبدا زي ما قلت لكم نتكلم عن القصه بتاعه التراخيص وايه الخطوات اللي بيمر بيها الرخصه، بتمر على كام خطوه، هنعرف بقى كل المراحل اللي بتعدي بيها، وهنتكلم كمان عن قصه الروف والدور الرابع ويعني الزيادات اللي حصلت الفترات الاخيره. فاحنا هنقابل باشمهندس هشام حماد ونبدا نتكلم في التفاصيل اللي حكينا عنها كلها. ازيك يا هندسه؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. احنا يعني انا بشكرك ان انت كل مره بتلبي الدعوه كده اللي احنا ننزل نصور. طبعا احنا صورنا سلسله كبيره قوي مع بعض قبل كده كان فيها تفاصيل كتير، بس حصل عليها بعض التغييرات زي كل حاجه بتتغير. كل حاجه كل احنا شويه محتاجين كل 3-4 شهور نعمل ابديت للمعلومات بحيث ان الناس يبقى عندها دايما اخر ابديت ان شاء الله. احنا كل سؤال بيتسال وكل سؤال بيتبعت لي على الواتساب بنحاول نطلع منه توبيك نتكلم فيه نفهم الناس اكتر، بدل ما يكون الرد فردي يبقى الفيديو عند الناس كلها تتفرج عليه وتشوف كل المعلومات. فالنهارده كنت لسه بتكلم في قصه التراخيص، تاخد وقت طويل قوي لان هي طبعا بتمر بمراحل كتير، وكمان موضوع تاني مهم جدا وكله كان بيتكلم فيه الفتره اللي فاتت وهي الزياده بتاعه الدور الرابع. فانا عايز اعرف منك دلوقتي، نبدا بموضوع الرخصه. عارف انت ما شاء الله في موضوع التراخيص ده مشيت فيه كتير قوي وعارف عنه معلومات كتير، فحابب اعرف منك الرخصه بتبدا اول حاجه خالص تبدا منين لحد ما تنتهي، تاخد الوقت الطبيعي قد ايه، وايه اللي بيحصل عليها او ايه اللي بتمر بيه ممكن يحصل فيها تاخير، عشان برضو الناس اللي شاريه ويقول لك الرخصه مثلا دي في خلال 6 شهور هتطلع، يلاقي بعد سنه ونص لسه الرخصه ما طلعتش فيخاف، وحتى لو الشركه محترمه يعني. محتاج اسمع منك كده موضوع الرخصه ده من اولها لاخرها. بص يعني خلينا نتكلم بقى يعني عشان نقول برضو المده. هو الموضوع اللي انت اتكلمت فيهم بقى الاثنين متعلقين ببعض، ان انا برخص من الصفر ارض عندي فاضيه او برخص للدور ال 75% من الروف. خلي بالك هو يعني في بيت وطن ده الدور الرابع، انما في احياء ثانيه في التجمع ده بالنسبه لها الدور الثالث. في احياء تانية ممكن يعني لو دور واحد يبقى ده مثلا جزء من الدور الثاني وهكذا. فده احد الاسباب بقى اللي بيخلي الرخصه تطول، ايه؟ ان الفتره دي اغلب السكان التجمع او اصحاب الاراضي الشركات كل القطع اللي كانت مبنيه اساسا بيقدم لها على تراخيص للدور الزياده عنده ال 75% اللي هيستفيد منهم في الروف. فبقى في ضغط كبير جدا. فاحنا يعني مثلا لو كنت عملت الفيديو ده معاك السنه اللي فاتت كنت اقول لك التراخيص بتاخد 6 شهور، النهارده بقيت بقول للناس لا مش اقل من 8 شهور. ليه؟ لان بقى في كل حاجه بقى فيها ضغط، المجمعه العشوائيه فيها ضغط من كل المدن، عندك الجهاز ضغط طبعا كل يعني 80% من القديم بيقدم النهارده حوار ال 70% بتاع الجزء بتاع الروف. فاحنا يعني نمسك التراخيص اول حاجه بتاعه القطع. خلينا نتكلم في التراخيص. موضوع الروف ده احنا هنتكلم فيه بالتفصيل، يعني خلينا حتى نتكلم في التراخيص، نتكلم عن حاجه عمليه. عندنا كام قطعه بدات تتسلم اللي هم الخاصه بالمرحله الثامنه والثامنه التكميليه والتاسعه التكميليه في النورث هاوس والحي الخامس والحي السابع، وكان بعض المتخللات في التجمع الثاني يعني. بس خلينا نتكلم مثلا نعتبر ان احنا قطعه في النورث هاوس كان استلامها مثلا في شهر 3. انت بتروح يوم الاستلام بتاعك في الجدول لو انت ملتزم بتروح بالشيك بتاع ال 1.5% ان انا هدفع الرسوم الاداريه دي للارض ذات نفسها. للارض نفسها عشان استلم الارض. فانت بتقدم على طلب استلام الارض، بتسلم شيك مصرفي او تحويل. طبعا لو شيك مصرفي هتبقى خطواتك اسرع، لو تحويل او يعني اغلب الناس بتعتمد على التحويل، ممكن تقعد شهرين على ما كشف حساب يتاكد ان هو سمع خلاص التحويل. انما الشيك المصرفي واغلب الشركات بتعمل الشيك المصرفي عشان يعني يسرع في الاجراءات. يعني خليني اقول لك ان ده ممكن ياخد يوم او شهرين، انت بتختار عندك اوبشن ان انا اطلع شيك مصرفي او ان انا اعمل تحويل. لو عملت تحويل انا كده زودت شهرين على ال8 شهور اللي انا كنت بتكلم عنها. فاحنا النهارده رحنا استلمنا قطعه الارض، بتقدم يعني المفروض اول حاجه بتعملها بتاخد الايصال انك انت دفعت الرسوم الاداريه، وبعد اسبوعين مثلا بتروح تستلم اختار التخصيص مكتوب فيه اسم الاصيل بتاع القطعه. يعني ناس كتير مثلا بيبقى شاري من شركه يفاجئ ان اختار التخصيص ما فيهوش اسم الشركه ولا ليه ولا اصحاب الشركه، بيطلع باسم افراد بقى، باسم افراد بقى اللي هو صاحب الارض من يعني انت ممكن في الموضوع ده عشان برضو الناس تبقى فاهمه ان انت لما بتروح تشتري من مطور مش هتلاقي اسم المطور في اختار التخصيص، لان المطور شاريها من الملك الاصلي ليها اللي هو حاجزها من الجهاز ذات نفسه من الهيئه ذات نفسها يعني، فبيبقى شاريها بتوكيل. بيبقى شاريها بتوكيل، وغير كده ممكن يبقى فيه تسلسل توكيلات، وطول ما تسلسل توكيلات مظبوط ومكتوب فيه بنود التوكيل مظبوطه يبقى ده البيع في التجمع عامه يعني. في كل الاحياء القديمه يعني الاحياء القديمه في ناس من 30 سنه هو اسم الشخص ده مش ممكن يكون متوفي من 29 سنه والقطعه لسه باسمه، ولكن طول ما تسلسل التوكيلات مظبوط والكلام ده خلاص الناس بتشتري. وايه فاختار التخصيص بتستلمه
وتعمل محضر استلام القطعه انك انت استلمت، ويديك النقط الاحداثيات بتاعه القطعه بحيث تبقى عارف القطعه، الكروكي بتاع القطعه بتستلمه من المساحه بحيث تبقى عارف برضه ابعاد القطعه عامله ازاي. طب هل الحاجات دي انا من حقي كعميل مثلا شاري من فتره والشركه استلمت اطلع عليهم؟ طبعا من حقك تطلع عليهم. ليه؟ احيانا بيحصل، ودي حصلت على فكره في الحي الثالث، ان الكروكي بتاع القطعه بيتغير. يعني الكروكي مثلا كان الشركه شاريه او بايعه بشكل، هو بقى شكل تاني، فانت من حقك تطمن انك انت تتاكد ان الشركه دي حاجه من الحاجات المهمه اللي بنضيفها في العقد فعلا، ان العميل او الطرف الثاني يحق له ان هو يستلم نسخه ايوه مظبوط من الورق عند صدوره او لما يصدر، لان في ناس بتشتري ومعاها كود الحجز بس. ايوه ما بيكونش لسه فيها اوراق طلعت. هو كود والايميل، ودول على فكره امان 100%. بس احنا بنتكلم بقى انت اشتريت اساسا من سنه سنتين قبل ما يبقى الشركه استلمت الارض، او مجرد ما بتستلم الارض المفروض تبدا هي تلقائي بتبعت لك اختار التخصيص ومحضر استلام والكروكي، دول هم اول حاجه بتتعمل. بعد كده ببدا ادخل في حاجه ثانيه، انا ابدا اجيب يعني بيان صلاحيه للقطعه نفسها. وبيان الصلاحيه ده بيكون عباره عن ايه؟ ورقه بتتقدم في الجهاز ان مكتوب لك ان القطعه بتاعتك الردود بتاعك 1 2 3، نسبتك في الدور الارضي 50%، القطعه دي 3 ادوار، عندك 25% خدمات من الدور الارضي، بحيث تقدر تاخد الاوراق دي تبدا مرحله ما يعني خارج الجهاز بقى. ايه هي؟ مرحله المجمعه العشريه والحمايه المدنيه، ودول مكانين مختلفين عن بعض. المجمعه العشريه دي بتراجع الرسومات الانشائيه للمبنى، طبعا ناس كتير بتبقى خايفه على المبنى بتاعي، الاحمال الكلام. يعني طبعا انت شفت الزلزال اللي كان من كام يوم، الحمد لله مفيش ولا حاجه حصل لها حاجه في مصر، لان فعلا الكود المصري للزلازل وكود الانشاء بقى قوي جدا. فبقى الموضوع فكره ان يحصل حاجه لا قدر الله بقت صعبه جدا. يعني غير عايز اقول لك ان اغلب الشركات ملتزمه يعني اللي بيعملوا في المجمعه هو بيلتزم بيه، فانت بتتكلم عن مباني انشائيه 100% مظبوطه. والحمايه المدنيه بتراجع لك المخارج ومداخل الهروب والكلام ده والمناورات في الجراج. فانت على فكره القطعه اللي انت بتبقى شاريها الرسومات طول ما هي اعتمدت من الجهات دي يبقى انت ضامن ان الجراج بتاعك مظبوط، ضامن الانشاء السلامه الانشائيه بتاعتك مظبوط. بعد كده بتاخد الاوراق دي لحد الخطوه دي ممكن ناخد وقت قد ايه؟ ما انا بقول لك احنا مثلا ممكن نقول لو استلام ارضك كان مثلا 1/4، انت النهارده على ما تخلص الاختار والاوراق اللي هي المبدئيه اللي في الجهاز مثلا قول 1/5، ببدا اعمل بيان صلاحيه، ده بياخد مثلا حوالي برضه شهر. 1/6 احنا كده مسكناهم، 1/4 استلمت الارض، 1/5 قدمت على بيان الصلاحيه، 1/6 بقى معايا بيان صلاحيه. ده كده بتدي وقت بالزياده شويه. لا انا عايز اقول لك ده بالظبط يعني بالظبط الدنيا ما بتبقاش سريعه زي ما الناس متخيله. عايز اقول لك بقى اول خطوه اللي احنا كنا بنتكلم عليها 1/4، لو رحت 1/4 بتحويل مش شيك مصرفي انت زودت شهرين. وعايز اقول لك ان يعني انت فعلا انت لما يعني في حاجات صغيره ممكن تزود بنود صغيره، فتلاقي في الاخر الرخصه قعدت وقت اطول بكتير. فانت بتبقى كعميل شاري بتبقى عايز تطمن. وغير كده يعني في شركات كتير لا بتبقى عايز تلتزم بالميعاد، يعني حتى في شركات قربت جدا من ميعاد الاستلام او ميعاد الاستلام عدى بس هم ماشيين برضو بسرعه بحيث ان لو في تاخير يبقى تاخير محدود ما يبقاش فتره طويله. فبعد كده يعني الخطوات دي بتبقى معاك الحمايه والمجمعه ممكن نديهم شهرين برضو. يعني 1/6 انت خرجت من الجهاز، 1/8 هترجع بقى للجهاز تاني تقدم على التراخيص. ودي بقت هي الايه الوقت اللي بياخد وقت انت بتقدم، وبيبقى طبعا مطلوب منك انك انت توصل لمالك الارض الاصيل عشان يقدم لك من الاكونت عنده التراخيص. والفتره دي بقى بتاخد وقت، يعني بتاخد مثلا حوالي 2-3 على ما تتوزع للمهندس. يعني انت 1/8 لو دخلت الجهاز مش قبل 1/11 على ما رخصتك تدخل المراجعه. من كتر الضغط زي ما كنا بنتكلم على موضوع الارواف، فبقى عدد التراخيص اللي بتتراجع في جهاز القريه الجديده كتير جدا. يعني طبعا الجهاز بيسعى في الفتره دي ان هو يعمل لك المجمعه العشريه يبقى ليها فرع جوه داخل جهاز القريه الجديده، وده طبعا برضو ايه يعني احنا كنا بنتكلم ان بنحاول الوقت يقل. فاحنا ممكن نكون ان احنا دخلنا فتره المراجعه برضو بتتكلم في حوالي شهر وشهرين الرخصه بتاعتك بتتراجع وتطبع. وبعد كده بقى تدخل قصه ثانيه بقى انك تطلع رخصه الحفر وتدفع تامين الحفر. فاحنا كده لو بنتكلم ان انا بدات استلمت الارض يوم 1/4 وانا جدي وشغال بسرعه، ممكن على شهر يناير فبراير اكون استلمت الرخصه بتاعتي. حلو قوي، يناير فبراير استلمت الرخصه. وبعد كده بتبدا انشاءات بقى، يعني انت بتحاول بقى في خلال ال8 شهور ده تعمل اول مجرد ما تطلع الرخصه تبدا انشاءات. ولو عايز نتكلم بقى الانشاءات دي خليها بقى على جنب. يعني لا يعني هل في بقى ممكن تغيير يحصل في الرخصه؟ يعني اي حاجه تطرق على القوانين الجديده مثلا؟ هم بيحاولوا دلوقتي في الجهاز زي ما قلت لك ان هو يبقى فيه المجمعه مثلا تبقى في الجهاز. ليه؟ عشان يحاولوا يختصر لك شهر. في الجهاز مثلا بيحاولوا ان هم يعملوا فتره للرخصه. انت مثلا النهارده قدمت على الرخصه تبقى مثلا خلال شهر او شهرين معاك. ده طبعا محتاج برضو عدد المهندسين يزيد، الضغط بتاع الدور الزياده يقل والكلام ده. يعني انا توقعي مثلا يعني ان شاء الله ممكن مثلا لو بعد 6 شهور صورنا مع بعض ممكن اقول لك الرخصه لا بدل
بدل 8 شهور نزلت 6 شهور. حلو. ممكن بعد فتره تلاقيها، انا اعتقد يعني مثلا 2 3 ممكن تبقى الموضوع ده بياخد وقت اقل بكتير من دلوقتي. حلو قوي حلو قوي. طب الرخصه ذات نفسها انا عارف بيبقى ليها يعني زي اكسباير ديت كده، اللي هو انت طلعت الرخصه النهارده طلعت رخصه حفر، المفروض تبدا تحفر على طول. حلو. عشان ما تتعرضش انك انت الرخصه يعني تضطر تجدد رخصه الحفر دي حاجه، ورخصه الانشاءات دي حاجه ثانيه. رخصه الحفر ان هو انت يعني بتطلع مخلفات الحفر وتوديها المقالب وتسلم البنات. في حاجه اسمها بنات، عشان برضو الناس بتسمع دايما كلمه بنات الحفر. ايه كلمه بنات الحفر؟ ان انت وانت بتحفر هو بيقدر لك مثلا تقديري قد ايه كميه الرمل اللي موجوده في الارض، بحيث ان هو يديك بنات ويضمن انك انت هتاخد الرمل ده كله تنقله في المكان المخصص ليه. يعني الناس زمان كانت بتاخد الحاجه ترميها في اي مكان، يعني ممكن قطعه اللي جنبه ومش عارف ايه، فده طبعا كان بيبهدل الدنيا وكميه مخلفات كبيره جدا. في ناس تيجي تستلم يلاقي اطنان بقى وكميه يشيلها هو بقى فعشان كده جنبا للكلام ده بقى خلاص في البنات بتروح تسلمها. يعني انت كل ما تعمل نقله للمقلب بتاعك بتسلم البون، خلاص انت كده ايه ضمنت انك انت شغال مظبوط وتسترد تامين الحفر بعد ما تخلص. حلو قوي. وبعد ما يعني الخطوه بقى بعد مجرد ما اخلص تصريح الحفر ببدا اشتغل بقى الانشاءات بتاعتي بالشكل الطبيعي بتاعي. رخصه الانشاءات ليها سنه تقريبا. سنه لو ما بداتش، لو بدات واشتغلت خلاص مش محتاج اجددها. يعني المهم ان انا يعني لو طلع في بعض الشركات بتستلم الارض وتطلع الرخصه وما تبداش وتقعد تبيع في القطعه على حس ان انا مطلع رخصه، فهضغط نظام السداد فهظبط ما اعرفش هزود سعر المتر بتاعه وهو معاه رخصه بس. ايوه. هل هو بدا في الارض؟ لا، الرخصه مش ضمان خالص ان هو هيسلم او هيكمل انشاءات او ممكن يقعد عادي. الرخصه ممكن ما يبقاش مثلا، يعني دي هنتكلم عنها في حلقه ثانيه، ان احنا الرخصه ممكن تبقى موجوده معايا وما يبقاش في يبقى في مخالفات على القطعه، يبقى في وقفه اعمال على الرخصه نفسها. فللاسف الحاجات دي كلها مش فهي محتاجه سؤال كمان، يعني هي مش ورق وخلاص، يعني محتاجه ان انت تسال الرخصه دي ساريه ولا مش ساريه. احنا كنا بنتكلم ان من حقك تطلب، يعني انت كعميل في الارض من حقك تطلب كل الاوراق طبعا. رخصه الحفر تشوفها، تشوف لو عايز تسال على تسليم البنات، كل ده من حقك. يعني انت من حقك كعميل تعرف كل التفاصيل. الورق برضو عشان النقطه دي، الورق ان العميل يعني يحق له ان هو يطلع عليه وياخد منه نسخه، بدايه من السجل التجاري للشركه، البطاقه الضريبيه، وبطاقه المالك بتاع الشركه او اللي هيمضي معاك العقد، وورق نيجي على ورق بقى الارض ذات نفسه، اختار التخصيص لو القطعه مستلمه، محضر الاستلام واختار التخصيص، والتسلسل الملكيه لو هو شاري بتوكيلات او حاجه يكون في تسلسل الملكيه لحد ما نلاقي اخر توكيل، او التوكيل المعمول لو توكيل واحد معمول باسم صاحب الشركه اللي هو هيمضي اللي في العقد اللي هو اسمه في السجل، بدون بقى اي مشاركات او مستثمرين او كل حاجه بقى بره عن الاطار ده. بيجيب مشاكل قد كده، بيجيب حاجات قد كده. وده اللي انا كنت يعني بقول لكم عليه لما اي حد بيبعت لي او بيسالني عن حاجه، على قصه مراجعه الورق ده وتاكد. هو مش مراجعه ورق نظر بس، انت بتتاكد منه من الجهاز، اختار التخصيص، تروح بيه الجهاز، بيبقى معاك حد من الشركه مثلا عشان تسال على قطعه الارض. احيانا بيكون اسم صاحب الشركه هو اللي مكتوب على طول في اختار التخصيص، يعني هو اللي مكتوب على طول في اختار التخصيص، بيبقى حاجز القطعه دايركت على طول من الجهاز يعني، او هو اللي حاجز القطعه على طول، ما بيكونش فيه توكيلات او كده. ولو في توكيلات عادي يعني ده الطبيعي. ده الطبيعي، وما دام التسلسل مظبوط خلاص بالظبط. يعني ممكن يبقى 3 و4 تسلسلات بس كل تسلسل مظبوط وخلاص، ده الدنيا بالنسبه لك. في الاكتر بيكونوا يعني توكيل او اثنين، يعني مش بيبقى الموضوع للدرجه دي. فتقريبا دي كده السيكونس بتاع الرخصه من اولها لاخرها. وممكن نتكلم، احنا ممكن ناخد اجزاء للفيديو ده بعد كده، نتكلم في مراحل بقى الانشاءات، والانشاءات تاخد وقت قد ايه، وايه الحاجات اللي ممكن توقف الانشاءات واللي يحصل، وايه الحاجات اللي انا بتابعها كعميل. يعني انا بالنسبه لي العميل، انا النهارده اشتريت، انا كل فتره بتابع عشان ابقى مطمن. يعني انا خلاص انا مش يعني زي ما كنا بنقول، انت من حقك كعميل لو شاري الارض ما كانش فيها اختار تخصيص، مجرد ما اختار التخصيص يطلع تستلمه وهكذا. فاحنا نبدا نتكلم بقى عن الشق الثاني، وانا شايف اعتقد ان الشق ده برضه هيبقى فارق مع ناس كتير، لان اغلب المعروض في السوق دلوقتي يخص الجزئيه دي، اللي هو الدور الرابع في بيت الوطن، اللي هو في الاساس كان الروف و25% خدمات من الدور الارضي. ايه اللي حصل؟ ان بقى معاك 75% من الدور المتكرر. يعني النهارده عندي قطعه ارض كانت 600 متر مساحتها، عندي الدور المتكرر بتاعها كان 400 متر، انا النهارده بقى معايا 300 متر في الدور الرابع، فبقى يطلع لي طبعا شقتين كويسين جدا، تراس مفتوح قدام الفيو. يعني مثلا النهارده احنا بنصور على محور النوادي، فاللي هياخد شقه على محور النوادي او تراس على محور النوادي طبعا اعتقد بخصوص طبعا الموضوع ده برضو في قرار من قريب طلع، الناس بتتكلم عليه، برضو حابين ان احنا نبقى نتكلم عليه ان شاء الله، نعمل له حلقه بخصوص اللي هو اللي على المحاور الرئيسيه. الوحدات ممكن تتحول تبقى اداري وتجاري وفندقي، يعني وفندقي، كل التخصصات. الفندقي ده يعني في طبعا عايزين فيديو طويل نتكلم عليه، لان بقى يهم ناس كتير جدا، وهو فعلا استثمار ناجح جدا للفندقي. الدوله ذات نفسها عايزه تضاعف الوحدات الفندقيه، وطلعت تسهيلات كتيره جدا. تسهيلات. ولكن مثلا لو انت عندك عماره
او 8 شقق فاضيه ممكن تاخد رخصه فندقي، تقدر تشغل، تجيب بقى شركه اداره وتشغيل. طبعا موضوع كبير، وبعض الشركات او معظم الشركات بدات تتجه للفندقي وان هي تطرح وحدات فندقيه، ولكن طبعا ليها مقاييس كتير عشان نقدر نشتري حاجات فندقيه. ودي احنا محتاجين وقت، يعني محتاجين مثلا شهر 2 نبدا نشوف ايه المحاور اللي هتبدا تدخل مع محور بن زايد. طبعا يعني محور النوادي مثلا قد يكون هو من اكبر المحاور دلوقتي في التجمع، مش بس في بيت وطن. فده برضو ممكن في يوم شبيه لشارع ال90 يعني شبيه لشارع ال90، فبرضو ده ممكن يوم من الايام يتقلب من الجزء ده. فده برضو محتاجين الناس تفهم برضو القرار ده هيبقى عامل ازاي، واكيد هيبقى فيه تعديلات فيه. يعني هو بس حاجه طلعت لسه، لما نتاكد ان شاء الله من كل البنود بتاعته نبدا نتكلم فيها. طيب انا يعني حابب ان احنا نتكلم في القصه بتاعه الروف، ولكن حابب ان احنا نبقى واقفين على الروف وبنتكلم وبنشرح نقدر نبدي فين والرخصه تطلع منين والكلام ده كله. بس طبعا عشان وقت الفيديو خلينا نتكلم موضوع الروف ده في جزء تاني ان شاء الله. الجزء اللي بعد كده، الفيديو اللي بعد كده، نتكلم عن الروف. وانا بشكرك جدا عن المعلومات اللي على الرخصه والتراخيص والاجراءات دي كلها. اكيد اللي كمل الفيديو للاخر استفاد 100% وفهم الشركه بتعمل ايه عشان تطلع الرخصه. شكرا يا هندسه، ربنا يخليك، وان شاء الله نطلع نصور على الروف نتكلم بقى في القصه بتاعه الدور الرابع. متشكر ليكم جدا، وزي ما معودكم اللي محتاج اي استفسار واي سؤال يدوس على اللينك اللي على الواتساب، يدوس على اللينك اللي بيتثبت في اول كومنت بتاع الواتساب او في وصف الفيديو، ان شاء الله ارد عليه بكل المعلومات اللي هو عايزها. استنوا الفيديو اللي جاي على موضوع الدور الرابع وكل الاجراءات اللي بتتم في تراخيص الدور الرابع. سلام.